هاي الأسباب اللي تخليك ما تقدر تعيش في فترة نهاية العالم وهي الزومبي، لأن الوباء راح يبدأ بكل المدن الكبيرة بالعالم، راح يشكل خطر فوري على آلاف الناس، وبسبب الهلع أغلب محلات الأكل راح تفضى خلال 48 ساعة، وراح يصير نقص بالأكل والموارد الأساسية، بعدها تنقطع الكهرباء ويصير التنقل جدا خطير. هاي غير راح تحتاج تتحالف ويا غيرك على مود تعيش، وخلال ال 24 ساعة الجاية أغلب محلات الأسلحة وأدوات الصيد راح تنهب، وهذا راح يقلل حظك بأنه تتجهز بشكل صحيح على مود تنجو، غير المواصلات العامة اللي راح تنعدم، وبسبب خطر العدوى ما حد راح يقبل ينقلك، فراح يبقى عندك خيارات محدودة للتنقل. وبعد 96 ساعة من بداية الوباء أغلب الخدمات العامة راح تنهار، لأن الشرطة والدكاترة والجيش راح إما يهربون ينضمون للناجين أو يموتون بسبب الوباء، وبهذا راح ينتهي أمل المساعدة الخارجية وتقل فرص النجاة. وبعد أسبوع من الوباء الناجين راح يواجهون صعوبة كبيرة بالحصول على الأكل والموارد الغذائية، لأنه أغلب البنية التحتية راح تكون متدمرة، والطريقة الوحيدة للبقاء هي التجارة ويا بقية الناجين. فلهذا السبب